كل دقيقة بتعدي عليك ممكن يكون قلبك بيعاني وانت مش حاسس بيه. فتعالوا نفك معانا مفاتيح واحدة من أخطر الأمراض الطبية في العصر الحديث، وهي النوبة القلبية، والمشهورة في إيجيبت بالهارت أتاك، وفي الطب بالMRI. الهارت أتاك مشهورة جدا لدرجة إن كل 40 ثانية في واحد في الولايات المتحدة الأمريكية بتشخص بيها. طب بتحصل ليه وإيه أسبابها؟ الهارت أتاك بتحصل بسبب انسداد في أحد الشرايين القلب، والمعروفة بالشرايين التاجية، والانسداد ده بيحصل بسبب ما يسمى بتصلب الشرايين التاجية. إيه بقى تصلب الشرايين ده؟ تصلب الشرايين بيحصل بسبب ارتفاع الكوليسترول السيء والمعروف بالLDL اللي في الدم لمدة طويلة، يبدأ يترسب في الأوعية الدموية ويعمل تصلب شرايين. مشكلة الشريان اللي بيحصل فيه كده إن ممكن ينفجر وتتكون عليه جلطة وتؤدي إلى انسداد كامل في الشريان، وتبدأ بعديها عضلة القلب تعاني من انقطاع الأكسجين ومن جزء منها، وبتبدأ تحصل الأعراض زي ألم الصدر، واللي هنتكلم عليه في فيديو تاني إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.